إذا أمي قالت حكيها وحدة. طبعا أمي البنات ضالة. أهم شيء رضا الوالدة. هذا يقول البنات ضالة، ذاك يقول أهم شيء رضا الوالدين. إذا البنات ضالة ليش حبيتها؟ ليش خليتها تتعلق بيك إذا أنت تسمع كلام ماما؟ وأهم شيء رضا الوالدين. رضا الوالدين فاهميها غلط. رضا الوالدين فعلا أوكي، لا تعيق كلمته بأي شيء يخص البيت أو مسؤولية البيت أو برا أو داخل، لكن حياتك الشخصية ما إلى أي واحد حق يتدخل بيها. لا أبوك، لا أمك، لا أخوك، لا أختك، ذول الأقربون، عاد الخال والعم والآخرين، ما لهم حق. هاي حياتك حبيبي، ما توقف لا بوجه أمك، ما تقصد هيك، افتهموا زين، ها فتحوه، ها ثواني. هاي ألا إذا هم يصرفون عليها مو أنت فلهم حق يتكلمون ويحجون. فخليك شخصية وخذ اللي أنت تريده، لأن حرام تكسر قلبها. أنت شنو ذنبك تكسر قلبك؟ أنت بعد حبيتها. والله أبغى أسمع ماما وبابا، ما قالوا لي عوفها خلاص عوفها، والقلب والسنين الراحت والذكرى. تصرف عليها وخليك قد المسؤولية واشتغل ولم نفسك. يعني أنا والدي ووالدتي مستحيل يتدخلون بهذا قراري، مستحيل. ليش؟ لأن واعين. ليش؟ لأن فاهمين. ليش؟ لأن احنا صاحبين شخصية. ليش؟ لأن يوثقون بينا، يعرفون شنو نختار. كمتت مين اضربكم، مليت وانا اضربكم، تعبتوني، اضربوا نفسكم بنفسكم يا عديمين الشخصية